اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ندويو على المتناقضات اللي كاينين في الوجود. يعني كاينين بزاف المتناقضات، ولكن الاصل ديالهم مشترك. يعني هاد جميع الظواهر اللي كنشوفو من سماء وارض وماء ونار وذكر وانثى وليل ونهار، هي ظواهر يعني متزاوجة بينهم. يعني واخا كنشوفوا انهم كاين اختلاف يعني في الصفات والمميزات والطبائع، ولكن في الاصل هما من نفس الشيء، يعني من اصل واحد موحد لجميع الظواهر المختلفة. يعني دابا ضروري انه يكون النهار باش يكون الليل. يعني بدون نهار ما غاديش نعرفوا المعنى ديال الليل، وما غاديش نعرفوا المعنى ديال الليل الا ما كانش النهار. وبهاد جوج الاشياء كيتولي لنا اليوم، يعني 24 ساعة متكونة من نهار وليل. وهذه المتناقضات يعني ضروري أنه يوجد شيء ومناقض له لكي يتحدوا وينتجوا لنا واحد الشيء، يعني واحد المعنى إضافي، يعني شيء ثالث. يعني الكون مبني على الثلاثية. يعني ضروري مثلا ذكر الإنسان مثلا يتزوج مع أنثى الإنسان، فغادي يولدو لنا واحد الولد. يعني هاد الثلاثية هادي هي اللي كتكون الكون. يعني هي الجذور أو الأصل الذي ينتج الأشياء، ينتج بدون توقف. يعني يمكن أن تلاحظ هذا الشيء هذا في الحياة اليومية تاعك، أنك تراقب هذه الأشياء المتناقضة وتلاحظ الشيء الثالث اللي كينتج منه. غادي تعرف واحد سر عظيم. يعني هذا واحد جزء من الأسرار غادي نقوله في القناة لأول مرة، وهو أن هناك علاقة بين الإله وبين الإنسان. إذا اتحدوا هاد الجوج هادو ممكن ينتجوا لنا واحد المعنى ثالث، وهو فعل الحياة هذا. يعني ما غاديش نتعمقوا في التفاصيل، ولكن غادي نخليكم الحرية للاكتشاف من خلال الوعي ديالكم. كما قلت لكم في الفيديو السابق، عطيتكم واحد التقنية ديال تأمل الجسد. من خلال هذا التأمل الجسد وهذا الشيء اللي قلت لكم دابا غادي تعرفوا داكشي اللي كنعني به. فهذا اللي كاين في هذا الفيديو. تلاقاو في الفيديو الجاي موضوع جديد عن الجسد. غنشوف واش بقى لينا شي حاجه من الاجسام، ولا ما كانش غادي ندوزو الطاقه. يلا مع السلامه.